وأختم هذا كله بميزة ينبغي لكل واحد منا أن يحرص عليها، وهي التميز بأن تكون بينك وبين الله جل وعلا خبيئة. قيل لأحدهم: أرى الإمام مالكا جعل الله تبارك وتعالى في قلوب العباد محبة له ومهابة، حتى الملوك والأمراء هذا الرجل له مهابة، مع أن لا نرى في حاله الذي يظهر لنا كثير عبادة ولا كثير كذا، لا عادي، عالم ما احتاج. الإمام الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. لكن هذه المهابة التي جعلها الله تبارك في قلوب العباد، ملوكا كانوا، أمراء كانوا، عامة الناس، من أين جاءت؟ فقال: والله ما أراها إلا لخبيئة بينه وبين الله. أكيد في شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كافأه الله جل وعلا بأن جعل المحبة والمهابة في قلوب الناس له رحمه الله تعالى. فليحرص كل واحد منا على أن تكون له خبيئة بينه وبينه، ليس لأجل أن يعظمه الناس، رجعنا إلى ما بدأنا به، لا، ولكن لأجل أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن تكون بينك وبين الله خبيئة سبحانه.